تخيل معايا كتكون جالس بوحدك، كتاب كلشي باين ليك مظلم، الحياة كتبان صعيبة، الناس مزعجين وحتى راسك معجبكش، ولكن غير كتمشي وكتشوف وجهك في المرايا فجأة شي حاجة كتبدل، كتولي واعي براسك، تعدل وقفتك، تبدل تعبير الوجه بلا ما تحس. شنو وقع؟ واش المرايا فيها شي سحر؟ الجواب هو لا، ولكن دماغك هو اللي كيلعب بيك. فاش كتشوف راسك في المرايا كيوقع واحد الحاجه سميتها الوعي الذاتي، تخرج من داك التفكير السلبي وكتولي كتشوف راسك بحال شي واحد اخر كيشوف. وهنا كيوقع التحول، حيت الدماغ كيبدا يسول واش هاد الشخص اللي كنشوف خاصو يبقى مكتئب، وغالبا الجواب كيكون لا. تولي كتعدل راسك، كتصلح الشعر ديالك، يمكن حتى كتبتسم بلا ما تحس. علاش؟ المرايا كتعطيك واحد العودة مباشرة على الحالة ديالك، وباش تزيد تفهم كاين واحد المفهوم في علم النفس سميتو نظريات الإدراك الذاتي، اللي كيقول حنا ماشي غير كنحسو ومن بعد كنتصرف، بل شي مرات كنشوفو تصرفاتنا ومن بعد كنقررو شنو كنحس. يعني كتشوف راسك كتبتسم كتقول يمكن انا بخير، كتشوف راسك واقف مزيان كتولي حاسس براسك واثق. وهذه هي اللعبة، ما كتبدلش الحياة، ولكن كتبدل كيفاش كتشوف راسك داخل هاد الحياة. ملي كتبدل نظرتك لراسك كلشي كيتبدل. المرايا ماشي غير زجاج، هي واحد الباب صغير كيرجعك لراسك. والسؤال اليوم، واش انت اللي كتشوف في المرايا ولا المرايا اللي كتشوف فيك؟ بالتالي انا مبقى ليا ما نقول لكم من غير محقق وان بي او كان هنا. تهلا.